جني المحاصيل الفلاحية من طرف نزلاء المؤسسة العقابية. الحقيقة تجربة ناجحة، نتمنى تعميمها على سائر ولايات الوطن ووضع استراتيجية لتوظيف نزلاء المؤسسة العقابية دعم للاقتصاد الوطني. أحسن استثمار للدولة هي أدماج المساجين في الفلاحة وعملية تشجير لإتمام عملية السد الأخضر وتجهيز الطرقات وإنشاء السكك الحديدية. إن شاء الله تعمم هذه الفكرة على جميع المؤسسات العقابية عبر الوطن